بتول الجزائر، ياسمينة الثورة الجزائرية الشهيدة البطلة مريم بوعتورة. مريم بوعتورة البطلة التي رحلت في ريعان شبابها لم تنل ربما التكريم الذي يليق بتضحياتها. قصتها التي تجمع بين الأسطورة والواقع تستحق أن تعرف على نطاق واسع، فهي رمز للنضال والتضحية، مما يجعلها بحق أيقونة خالدة. ولدت مريم في 17 جانفي سنة 1938 بمدينة نجاوس بولاية باتنا، أحد معاقل المقاومة ضد الاستعمار. في سن 10 قرر والدها مغادرة نجاوس للذهاب والاستقرار بمدينة سطيف في حي يسمى شومينو، ليمارس تجارة الملابس واستيراد الملابس الجاهزة. وفتح أبوها تجارة كانت لها نجاح كبير، حيث أصبحت عائلتها غنية بالنسبة لغيرها من العائلات المحلية. عرفت بلقب ياسمينة، واختارت أن تلتحق بصفوف الثورة وهي في 18 من عمرها، رغم كونها طالبة في المرحلة الثانوية، وكان بإمكانها أن تعيش حياة مرفهة ومستقرة، خصوصا أن والدها كان تاجرا ثريا في مدينته. استجابت لنداء جبهة التحرير الوطني مثل غيرها من الطلاب الجزائريين، حيث شاركت في إضراب الطلاب وغادرت مقاعد الدراسة لانضمامها إلى صفوف المجاهدين في منطقة وادي الزهور بجبال الميلية بالولاية التاريخية الثانية شمال القسنطيني، إلى جانب رفيقاتها مثل مسيكا زيزا، عايشة قنيفي، ويمينة شيراد. هناك كانت تقوم بمساعدة المجاهدين من خلال علاج المرضى وتضميد المجروحين، بالتعاون مع الدكتور لمين خان والممرض عبد القادر بوشريط، إضافة إلى عدد من المجاهدات الأخريات. بمرور الزمن طلبت من القيادة المشاركة في القتال، ووافقت على حمل السلاح والانضمام إلى صفوف الفدائيين عام 1960 في عمليات ضد الجيش الفرنسي بمدينة قسنطينة. هناك شاركت في العديد من العمليات الفدائية والاغتيالات التي أظهرت شجاعتها الفائقة وروح التضحية التي ميزتها كمقاتلة. تركزت أنشطتها ضمن مجموعتي رواد وبرغوث. آخر عملية قامت بها مريم كانت إلى جانب رفيقها الرجل الزئبق سليمان داودي المعروف باسم بوعلام حملاوي، لتنفيذ حكم الإعدام بحق خائن بواسطة فدائيين آخرين، ولكنها باءت بالفشل بعد الوشاية بهم. تم اكتشافها مع السي حملاوي في منزل بقسنطينة، وذلك في ليلة الثلاثاء 7 جوان إلى الأربعاء 8 جوان سنة 1960 في حي يقع بين ساحة لابريش القصبة وشارع كيرامان القديم، حيث قامت القوات الفرنسية بمحاصرتهم وتفجير المنزل. حسب عدة شهادات، فإن المعركة الغير المتكافئة التي دارت بين البطل الشهيد الرجل الزئبق سي حملاوي والشهيدة البتول ياسمينة الجزائر بوعتورة من جهة، والمجاهدين الأسيرين بشير بورغود ومحمد كشود وعشرات الجنود الفرنسيين من جهة أخرى، في ليلة 7 إلى 8 جوان سنة 1960 تعد أعنف معركة وقعت بمدينة قسنطينة. تم فيها استعمال أسلحة وعتاد بشري قوي يكفي لإسقاط جيش بأكمله، ولكن موت مريم بوعتورة ظل لغزا أمام المؤرخين الذين درسوا مسيرتها الثورية الحافلة، وكذلك أمام رفاقها الذين شهدوا على تلك الحادثة. تؤكد فاطمة الزهرة بوجري أن مريم نقلت إلى مستشفى قسنطينة وهي على قيد الحياة، ولكن أحدهم حقنها بحقنة قاتلة، ويقال إنها قبل وفاتها صرخت: تحيا الجزائر حرة مستقلة، يسقط الاستعمار، بينما يقول آخرون إنها قتلت مع رفيقها السي حملاوي. ويؤكد غيرهم أنها لقيت حتفها فورا بنتيجة قذيفة ذبابة يوم 8 جوان سنة 1960. يروي رفيق السلاح بشير بورغوث
كان الوقت حوالي الساعة 5 صباحا عندما جاء حملاوي ليوقظني ويبلغني أن الجيش يطوقنا. ذهبت لإيقاظ مريم، وكان الظلام لا يزال مخيما. من نوافذنا كنا نرى انتشار الجنود. سألت السي حملاوي الذي كان يعرف المنطقة بشكل أفضل أما إذا كان هناك مخرج ممكن للهروب، فأجاب بالنفي. لم يكن أمامنا سوى المقاومة. كان الهجوم عنيفا، وكانت مريم وفداي آخر محمد كشود يحملان قنابل يدوية ومسدسات أوتوماتيكية، بينما كان حملاوي وبورقود يحملان رشاشات. فشلت محاولتان للخروج. تولت مريم مهمة إحراق كل الأوراق والأغراض الشخصية للمجموعة. يقول بشير برقود: أطلق الجنود 3 قنابل مسيلة للدموع. أعطتنا مريم قطع قماش مبللة لنحمي أنفسنا، ثم بدأوا بقصفنا بالقذائف. أول من أصابتها الشظايا كانت مريم. سمعت صرختها فاتجهت نحوها. كانت ساقها قد بترت وكانت تنزف بغزارة. صنعت لها عاصبة بسيطة بقطعة قماش وطلبت مني أن أقتلها. أصيب حملاوي في صدره، وأنا أصبت بشظايا في رأسي قبل أن أفقد الوعي. عندما استيقظت كنت في معقل حي أمزيان. سمعت صوت حملاوي، كان لا يزال حيا. مريم كانت ممددة وقد فارقت الحياة. كما تؤكد فاطمة الزهرة بودريو، على الرغم من حالتها الحرجة سمعها المعتقل في مركز التعذيب الشهير بحي أمزيان في قسنطينة تصرخ: تحيا الجزائر حرة مستقلة، يسقط الاستعمار، قبل أن تتم حقنها بحقنة قاتلة. عند وفاتها كانت مريم بوعتورة في 22 من عمرها. اليوم يحمل اسمها مستشفى الولادة في باتنا، وثانوية في الجزائر كانت تسمى سابقا ثانوية فيليكس غوتييه، ومعهد في مدينة قسنطينة، ومتوسطة في نجاوس. من ضروري توثيق هذه الشهادات القيمة في كتب تلقي الضوء على حياتها كمجاهدة، ولم لا التفكير في إنتاج فيلم يحكي قصتها. مريم بوعتورة والأختان الرمز فضيلة سعدان، وأستاذهما دكتور الفيزياء النظرية توفيق خزنادار، الرجل الزئبق سي حملاوي، الخياط المثقف عبد المالك قيطوني، وغيرهم من الشهداء المجاهدين الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للجزائر. هم رمز من رموز النضال والتضحية في الشمال القسنطيني. هؤلاء الأبطال الذين رحلوا عنا بلا قبور، ولا تعرف حتى اليوم أماكن جثثهم الطاهرة. ستظل ذكراهم حية في قلوبنا، خالدة في ضمائر الأجيال التي لولا تضحيتهم لما كنا نعيش اليوم بحرية وكرامة. لقد سطروا أسماءهم بأحرف من نور في تاريخ الجزائر، ومن خلال نضالهم الجسور وحبهم العظيم لوطنهم علمونا معنى الشجاعة والتضحية والإيمان بأن الحرية لا تعطى بل تنتزع. مع كل شهيد صدقة ازداد عزم الجزائر في مسيرة التحرير. مريم بوعتورة وزملاؤها لم يكونوا فقط رموزا مناضلة في الميدان، بل كانوا أيضا إشراقة أمل للشعب بأسره في مواجهة ظلم الاحتلال. وها نحن اليوم أبناء الجزائر نقف بفخر واعتزاز أمام تضحياتهم التي مهدت لنا الطريق نحو الاستقلال. لهم كل الشكر والتقدير على ما قدموا من دماء غالية، ولن ننساهم أبدا. نسأل الله أن يجعل مثواهم في جنة الفردوس الأعلى بجنب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يظلوا مصدر إلهام لكل من يسعى وراء الحرية والكرامة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر.